السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد. النهاردة جايبين الكاتشب، ازاي ممكن تعملي الكاتشب في البيت. تمام. الكمية دي معمولة بحوالي 3 معالق صلصة. شوفوا عملنا كمية قد ايه واكتر من كده. ده شكل الكاتشب. مش هتفرقيه ابدا على اللي بتشتريه من السوبر ماركت، بالعكس هيتعمل في البيت واحسن. كده كده كل الاطفال بتحب الكاتشب على اي حاجة، فما تروحوش بعيد ونبدأ مع بعض على طول ونخش في المكونات على طول. بس يا ريت اللي ما اشتركش يشترك ونوصل لأكبر عدد، ويا ريت نعرف انتوا بتشاهدونا من اي بلد. المكونات بتاعتنا: صلصة طماطم بوريه جاهزة، عندي نص معلقة ملح، عندي معلقة سكر، ربع معلقة فلفل، عندي 4 معالق خل، وعندي هاخد معلقتين زيت نلمع بيهم ده في الاخر. تمام. عندي معلقة نشا كبيرة، هنجيب كسرولة على النار، ناخد 3 معالق صلصة، طريقة سهلة مش صعبة وهتوفر عليكي كتير. بعد كده ننزل عليها بالخل، الفلفل، الملح، السكر، معانا نص كوباية مية. بعد كده هننزل بالنشا ونقلبهم كويس مع بعض. نقلب الخليط كويس خالص ميبقاش فيه تكتلات. بعد كده نطلع بيه على النار. كده بعد ما طلع على النار شوية بص ابتدى يربط اهو. وحتى اللون بتاعه اول ما يستوي هيبقى لونه زي الكاتشب بالظبط. كده خلاص. نحط الزيت عشان يدينا اللمعة اللي احنا بنشوفها. نقلب كويس. مستني ايه؟ انزل اعمل اشتراك بقى ولايك وشير. كده النتيجة بتاعتنا بعد ما استوت خلاص. بسم الله ما شاء الله، كمية كبيرة صدقيني هتوفر عليك كتير. زي ما عودتكم مطبخ قناة الشيف خالد دايما بيجيب لكم كل جديد.